ورحمة الله وبركاته من مكتبة مصر الحديثة بالدقي ومهرجان فتافيت السكر بعنوان مرحب شهر السوق. لقاءنا اليوم مع الشاعرة الجميلة الطفلة الصغيرة. اسمك؟ أيسل وجيه. أيسل ولا أيسل؟ أيسل وجيه. صراحة ما شاء الله قالت شعر جميل جدا في حب النبي صلى الله عليه وسلم، فحبينا ان انتم تشاركونا مع راديو صوت الجيل وجريدة بوابة مصر، تشاركونا في الاستماع اليها والاستمتاع بالصوت الجميل. اتفضلي يا بنت. أهلا بكم. النهارده أنا هلقي عليكم قصيدة بعنوان الكوثر للشاعر الكبير أحمد مرسي. إنا أعطيناك الكوثر، قال الملك الحق وأخبر، أنت رسول الله إلينا، أنت الخاتم أنت الأخير، فاشفع فينا يا مولانا، أنت الشافع يوم المحشر. قد أعطاك الله لترضى، قد أعطاك الله لترضى، قالوا هذا سحر يؤثر، ما أسناها من آيات، صل لربك واسجد وانحر، يا من حين ولدت حبيبي سطع الكون بنور أبهر، نور شق ظلام الدنيا، ورد عطر مسك عنبر، وتهاوت أصنام عبدت، والإيوان هناك تكسر، نشهد أنك نور مهدى، حلو الوجه جميل المنظر. قد أعطاك الله لترضى، قد أعطاك الله لترضى، قد بشرت وقولك أنذر، يا مختار عليك صلاتي، يا مختار عليك صلاتي، والتسليم بحبي عبر. هل يشبهكم بدر تمام؟ لا والله، لا والله لأنت الأفخر، لأنت الأزهر. ما عليك صلاة صلى الله علي بأكثر، نحو الروضة سقت رحالي، نحو الروضة سقت رحالي، نحو رحابك كي أتفكر، سلو السل يهدهد روحي، سلو السل يهدهد روحي، والأشواك بقلبي تجأر، لم تسأل عن دين أجرا، بل ودا للآل الأطهر. عند زيارة آلك أدري من أسرار الكون، من أسرار المعنى الأبهر. أعلم أني عند سلامي، فجواب المحمود معطر. صلى الله عليه وسلم. الله عليك، صراحة رائع جدا جدا، أداء جميل. صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يشاء مرة عشر